Ya Bu Asia, Nur Akban, Pak Ajib, Pak Napi, Pak Tajurib, Pak Suam, Bu Suam, Pak Ahyarib, Bu Musri'ah, Pak Salama, Pak Madhalil, Pak Fudlali, Bu Ika, Bu Muirat, Bu Suipa, Pak Ustadz Samuji, Pak Sanatin, Haji Asqalani wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila rohi Pak Sunoto, Pak Mahlan, Bu Iyem, Pak Basimin, Pak Sarbini, Bu Kasiatun, Pak Asif, Bu Nyailali, Bu Muhayyam, Pak Tajab, Bu Tajab, Pak Saim, Pak Kamil, Bu Hasan Madrian, Bu Sari, Pak Basri, Muhammad Atim, Pak Ahmad Muzani, Pak Parkan, Bu Musliha, Bu Siasi, Sumini, Bu Alia, Bu Asti, Bu Samamun, Pak Ajis, Pak Muaji, Bu Supatmi, Pak Wafir, Muhammad Nizam. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمي. آمن تذكر جيران بذي سلام ما سجت دمعا جرى من مقلة بدمي. آمن تذكر جيران بذي سلام ما سجت دمعا جرى من مكلات بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم والفريقين العرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في خديجة الكبرى فاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعضاء المألوف يا أهيل المعروف والعضاء المألوف وردا للمان والعضاء والغفران يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران وردا للحيران إنكم بأدران يا ذيل الإحسان والعطاء والغفران وردا للخيران إنكم بأدران سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث الماني السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدل الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أضرب الحكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وأروقا ولهما وجلدا وشعرا بندب مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بسعة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماع الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام قد جادوا بالدموع السواقب والقام بين نادم وتائب وخائف لنبجه وعاتيب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يهلك آدم من الطين اللازب وعرض فاره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وعجل الأسبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم ثم عرضه من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قال سات إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المهدي
صلوا معنا يا حضار فهو إمامي يوم المعاد نبينا طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هز العرش طربا واستبشارا وازداد وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب البدر في تمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا قل سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرحاب وإخوان الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المرحومين وأنت أعلم بأسمائهم ثم إلى أرجاء زوجتي الوالد أحمد وأخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعهدهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن الحديث الحادي عشر utawi kiku hadis kang kaping 11 niku nggih. Hah? Oh. Bener. Radhiyallahu ankum bagala radhiyallahu an al-hadil al-hadits al-hadil ashar utawi iki ku hadis kang kaping 11 an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali saking Sayyidina Abi Muhammad Al-Hasan yaiku Sayyidina Hasan bin Ali putrane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Aneka hadis riwayatake dari Abi Hasan Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lakob otabe panggilan dari Sayyidina Hasan aneka yang kipaneka Abi Muhammad. Nyamana tibi Sayyidina Hasan. Nyama Hasan neka belum pernah bede nyama zaman jahiliyah. Baru zaman Kanjeng Nabi kabid bede nyama Serah Al-Hasan. Sayyidina Hasan aneka lahir ning tahun ketiga semarin hijrah. Kemarin hijrah ke Madinah 3 tahun berikutnya Sayyidina Hasan neka lahir lagi berneng kota Madinah. Beliau kacek setahun bi Sayyidina Husain. Andi alik Sayyidina Husain. Wa huwa aktsar min akhihil Husain bi'am. Kacek setahun. Wakila aqal bade sengaranen tak sampai setahun kacek bi Sayyidina Husain. Wakila aktsar bade bu lebih banyak dari setahun kacen Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Beliau waktu lahir selang ngadanin kopeng Sayyidina Hasan iyadanin langsung Kanjeng Nabi tibi. Kopeng kanan iyadanin kopeng kacer ekamaten. Nikah langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dipanggil As-Sayyid Sayyidina Hasan berarti ada bu Sayyidina Abi Muhammad Sayyidina Hasan yang menetibi. Nah, beliau termasuk putra kocak napa Sibtun Nabi kombaya Gusti Kanjeng Nabi ben se paling membunga ben menghibur deka Gusti Kanjeng Nabi iki beneka
Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sapa noreng dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, man ahabbani falyuhibbuh. Sapa noreng cinta ka engkau maka cintain Hasan. Saking diri cintana Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Hasan. Banyak hadis-hadis saya ngriwayatake Hasan Husain nikah bakal jadi pemimpin para pemuda ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Katasane ke Sayyidina Hasan, kebebeun Sayyidina Husain. Semirip di Kanjeng Nabi dua nih kah? Bagaikan pinang dibelah menjadi dua, can bahasan reng makin. Di atas Sayyidina Hasan, di bebeun Sayyidina Husain. Wajah Sayyidina Hasan lebih mirip. Abe lebih mirip Sayyidina Hasan. Dak bebeun pejalan Sayyidina Husain. Monalengki Sayyidina Husain. Rip mirip tadi di atas dak bebe ke atas Sayyidina Hasan dak bebeun Sayyidina Husain. Tadi orang dua ni kamu napolong persis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah ini kamu nerengano kocak, wah Syiah aja. Nerengaki Sayyidina Hasan Syiah. Nerengaki Sayyidina Husain Syiah, tapi nerengaki biduan nengeneng. Nerengaki penyanyi tak tuduh macam-macam. Nerengaki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Syiah ada remah. Syareng ni kepada hadis saya riwayat lagi tineng Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, dharma buna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hafidtu ngapalaken kala dawuh sapa Sayyidina Hasan, hafidtu ngapalaken laki situng debun Kanjeng Nabi, debun Sayyidina Hasan. Bayangake Sayyidina Hasan nika umur ki ngode sarah. Sampai ampun meriwayatkan banyak daripada hadis. Sayyidina Hasan adalah bu hafidtu engkau ngapalaki min Rasulillahi dari debun Gusti Kanjeng Nabi. Dari debun Kanjeng Nabi saya apalaki Sayyidina Hasan. Nah ini kepelajaran Pak. Sambian mau nabu debu rekam bi anak nih kah. Sambian mau meso anan sambian bakal besoan. Nara rekam bi anan. Sampai mau baca selawat, anan bakal baca selawat. Mun sampai baca Al-Quran, anan bakal baca Al-Quran. Rekam. Sayyidina Hasan ini kan ngerekam, padahal kompoe Kanjeng Nabi kene. Ampun ngerekam debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai makin baca hadis. Pas berkuak ganjar kira-kira. Ilmu saya sampai lagi tining Sayyidina Hasan, saya apalagi tining Sayyidina Hasan, iya apalagi dari Gusti Kanjeng Nabi. Tadi sampean ki sini kayak iya apalagi bi anak nih kah? Apa boy kopi etendeh eteroh, iya apalagi bi anan sampean. Mungkin ngesteteh, capesuan ya dan anak, catokaran ya dan anak. Nah apa boy imponan saya ngelakuin bareng saya coba karena rekam, perekam terbaik nih ke anak, peniru terbaik nih ke anak. Bener orang lain senero sampean pasti anak. Orang yang bisa paling persis nerone ke anak, petak kira orang lain. Oleh karena itu Sayyidina Hasan nikah ngapalaki debun Gusti Kanjeng Nabi. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Pandek tetapi nikah esena luar biasa. Da' ninggalo sapa sira ai utruk. Fi'la amrin maknahu utruk. Aneka fi'il amar berarti perintah dari Kanjeng Nabi. Wajib hukum memulai roba perintah. Dak ninggalo sapa sira utruk ninggalo sira ma yuribuka ing barang kang mamangaken kang mamang sapa sira. Dak ninggak ma ninggak dinto adalah ma isim mausul. Bene ma bimakna napa syai' tapi bimakna alladzi. Dak ninggalo sapa sira ma yuribuka kang mamangaken ing sira. Ninggal ila ma la yuribuka maring perkara kang ora mamangaken ing sira. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu tinggalkanlah sesuatu barang, sesuatu perkara yang engkau meragukan daripada barang tersebut. Mun kira sampean tak ngepas, ragu khusus aliran Pak. Ari mah tak pada aliran kadaria mamang. Tak pada biin lain. Nah, Jumatan tak Jumatan, aliran haper ya. Ari mah tak ada pada bi guru sebab lambe ruwer ya.
Aliran apa ya? Tak bejeng cukup enggak. Mamang kok. Dak ma yuribuk ila mala yuribuk. Keneng baca yuribuk, keneng baca yaribuk. Bidhammil ba, keneng baca yuribuk, otaba baca fathah yaribuk keneng. Yuribuka yaribukah keneng. Makna apa? Wal makna. Adapun makna saya karapakin engkak dinto utruk asyai'a alladhi tasyukku fi kauniha hasanan au qabihan, halalan au haraman, hala kauniha mutawajjihan. Ketika kauluban panjenengan dihadapkan sesuatu yang meragukan, halal atau haram, mula kira meragukan cek lakone, cek kakan. Mun kira bareng nikah hasanan au qabihan, bagus apa coba cek lakone. Mun sampean mamang pasti berakhir lagi kastawa. Pasti kasta. Mun alanya mamang ni cek terus lagi. Apa abailah, apa boleh urusan agama. Urusan bagus atau coba masih abisanan namun mamang cek terus lagi malah tak kasta. Engkau lengocak enjek kok. Be enjare maksa. Nyalaki sebine. Lekan kok apa caan be enreng be sabri keputusan. Mun kira mamang kok mak mamang kanak ria sekolah tak temu cak sekolah aja enjek. Kanak ria aja potongan nala potongan ngak renggerengan potong netok ngak renggerengan. Ada teknik terus lagi mamang. Mun kira mamang cek terus lagi. Fi kulli syai' wa fi kullil asya'. Setiap apapun, apa boleh urusan rumah tangga, apa boleh urusan agama, urusan sesuatu sekira bagus atau coba cek terus lagi. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Halal atau haram, mamang cek terus lagi. Bagus apa coba cek terus lagi. Allah Subhanahu wa taala abri wahyu dekat Nabi Dawud alaihis salam. Ya Dawud, dabun Gusti Allah. Qul li bani Israil, apaan boleh? Pokoknya ada makhluk ingat Bani Israel ni kecengkalah. Allah wahyu dekat Nabi Dawud. Qul li bani Israil inni la anzuru ila salatikum wala ila siyamikum. Kepada wahai Dawud dekat umat tabaan yakni Bani Israel bahwa saungkun engkau la anzuru tak ngabes ila salatikum saya congok kun salat tabaan melolo. Wala siyamikum ban engkau tak menilai cuma kun saya nilai pasan melolo. Walakin anzuru tetapi engkau debun Gusti Allah anzuru menilai nyongok man orang syakka semamang dek sesuatu fi syai'in dalam sesuatu fatarokahu li ajli lalu kemudian orang mereka meninggalkan sesuatu yang ia meragukan yang mereka yang orang tadi enjak engkau tak ala aku bi orang ria karena kok mamang lakon orang ria tak jelas engkau takut ari perkara si haram engkau takut le bentuk Gusti Allah engkau lebih tertarik da orang sak kata ria wahai Daud dabun Gusti Allah sampean tahu sanyak banyak solat lah mun sampean tak mampu tak oleh dari potongan Pak 5 bekton aja geh keng mun kira sampean ragu cek lakonin karena takut ke Gusti Allah aneka orang sepaling bernilai muka Allah Subhanahu wa taala surban ngelelet keng kabi kakuan kabi lek kebala haram bo tau saurus rialah pokoknya beri sombongan bisa sombongan dina tak ngurus wis masalah hasil pajak kesenuk tak apa-apalah. Orang sih nggak nikah tak andi, napa? Tadi pendirian, mungkin apun mamang cakala. Orang mula mamang, terus tinggal lagi perkara si mamang, karena engkau dabun Gusti Allah, engkau justru orang ria. Saya nilai mungku engkau orang yang lebih mulia daripada orang sebanyak solat, sebanyak apa sah, cuma orang gelap pak apakah biakakan, pak apakah biak lakone. Oleh karena kadinto hadis nikah pande keng cuma nilai ya luar biasa Pak. Nilai ya luar biasa. Oleh mon orang nikah pun ninggal lagi sesuatu bareng semamang aja nikah. Saking diri ngesteten ulama bedenya mana ulama asmana Al Imam Ibrahim bin Adham.
Beliau selama haji, Imam Ibrahim bin Adham aneka ketika bereneng haji, bereneng Mekah, entar deka sumur Zamzam. Entar tak ingat mangken neng Mekah aneka. Zamana al-Imam Ibrahim ibn Adham aneka sumur ki asli sumur Za'roba keran ingat mangken jadi keran. Setiap jalan bodo Zamzam, kasa bodo Zamzam, bodo keran-keran kepi. Zaman beliau ada keran sebeda sumur. Nah, neng sumur ni kayak sediaki tembeh. Neng sumur ni kesediaki tembeh. Imam Ibrahim bin Adham mari atawaf sunnah nginom aing Zamzam. Mari atawaf petong kalih sunnah nginom aing Zamzam. Maka beliau tak gelem ngelakonin padahal sunnah. Akhirnya etebuaki tineng santre-santre negela Imam Ibrahim bin Adham. Ala tashrab min ma'i Zamzam? Ana pesambian mata nginom aing Zamzam wahai Imam Ibrahim bin Adham? Maka beliau adabu faqala law kana li dalwun la syarabtu. Andai kata engkau andik cibuk tibi, andai kata engkau andik tembe tibi, engkau bekal ngalaah aing ria, bekal nyeloah aing Zamzam ria, laju yeno bingko. Boleh apa? Padahal karena ngenom engkau tak tahu dia tembe siapa. Arya mon tembe sultan, arya mon tembe pemerintah. Saya kebeteraki engkau kuaku ning akhirat ternyata tembe otak becebok saya kebengen ombi engkau ternyata hasil korupsi engkau tak tahu. Karena engkau mamang maka engkau tak nginom aing Zamzam. Allahu Akbar. Pantes tadi orang mul jawab. Nah sampian oleh nemu ke bemole. Apa je jan? Rezeki. Bener rezeki je sandi bingung. Mau nemu cek kakan, cek kalak berarti ini kebereng saya mamang. Mun pereng mamang empon, cek lakonin, pak apa je mun mamang, pasti berakhir coba. Beda cerita loco. Orang mamang, ada kayak apa aja? Beda orang sepedaan motor bentar. Dari timur somper bentar, kan kaki semua. Berneng perapatan nemu kreksek. Berneng tengah perapatan nemu kreksek. Terus boy, mamang. Berkat apa tae ya. Mon nyongok dari kreksek ke belu lorek. Mamang. Akhirnya beli. Haja berkat haja. Kalah mamang. Berkat apa tae. Oh takut tae burung boleh. Itu sampai dok kaboran roh, dok galangan pasar. Mamang boleh. Tuh eman mon berkat ongku. Tak kok keng beda orang ngaberi ongku, keng terus tak ada orang tahu, sehingga beri sabak neng ngata ngembong deh, boleh. Ngerim langsung ngerim dadaan, wah kalah, buka tayongku, ngorong ngocak, iya kok lemamang gila tayongku kok cat, jadi mon bareng mamang ni cak terus aki, mon bareng mamang ni cak terus aki, masih abi ini cak mon kira mamang cak terus aki. Muna putih keng tanah ngecelang mang kok. Muna putih keng tanah ngecelang ada. Aren janjek saung kuna baik dalam ngecelang ki keng saung kuna. Mamang cak terus aki mon mamang lah. Ala aku mon mamang sampean cak terus aki kok mamang ala Korea. Aja tak cudu aja ruah aja ria. Cak terus aki bareng mon mamang cak terus aki. Apa boleh dalam urusan agama. Mon kira mamang halal haram cak der. Mun kira apun mamang ari ilmu na tak temu judul ilmu na orang kira ilmu dari dimar ya. Ma ilmu anyaran tak ada pada biru guru bilen tak sumber dari Podokaton, tak sumber dari Sidogiri, tak sumber dari Pasuruan, ilmu dari dimar deki pas ilmu sek sang akhiru. Cak toro. Dak ma yuribuk ila mala yuribuk. Mun sampean mamang pasti berakhir susah deki kasta. Takok ingat cerita nah. Kreksek gitu ki, mun barang mang. Antar mau ke titik ilmu manfaat, ilmu ke kaul mancing dengan urusan iman jangan sampai ragu pak. Urusan iman jangan sampai ragu, urusan agama jangan sampai mamang. Peyakin pemantep bahwa iman Islam nikah
sebekal nyelamatakin kaul panjenengan dunya sampai ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna washna gadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nisrati wa yahna mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa mitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma dakhilna ma'al jannah فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نغادر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برد المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تنمت من بعد الساعة بفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفينا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين.